هائل شب في مصنع النساجون اللبنانيون أكثر من 20 ساعة والنيران مشتعلة تلتهم كل ما هو أمامها. منذ ما بعد ظهر الجمعة والنيران تشتعل في المعمل الوحيد في لبنان الذي كان مع عدد قليل من المعامل والمصانع تناضل للبقاء على قيد العمل، وهو الذي تأسس عام 1999 ليكون مصنعا نموذجيا لصناعة السجاد. الكل مستنفر، أجهزة الدفاع المدني، البلديات وحتى الأهالي، لإطفاء الحريق الذي بدأ في هنجرات التصنيع وامتد للمباني المجاورة. طوال ساعات الليل خرجت النيران عن سيطرة الإطفائيين والمتطوعين، اضطر الأمر إلى الاستعانة بطوافات الجيش اللبناني. من امبارح لليوم كل المؤسسات والجمعيات والدفاع المدني لليوم بكل طواقمها بعد ما وقفت. قد الكارثة كبيرة، أكثر من كبير، وفي خوف كثير كبير من سقوط المبنى. الحريق الهائل تسبب بتصدعات كبيرة في المباني الأخرى وباتت في موقع خطر السقوط، وها هم أبطال الدفاع المدني باللحم الحي وبإمكانيات متواضعة يقاتلون ألسنة اللهب. بعد الظهر امبارح على أثر اشتعال الحريق طبيعي ناشدنا كل الأجهزة الأمنية والفعاليات والصليب الأحمر، دفاع مدني، كشف رسالة، يعني الهيئة الصحية، كله تجاوب. يعني شكر كتير كبير لهم، لأنه عن جد يعني باللحم والدم كانوا عم يشتغلوا. بلش الحريق امبارح الساعة مبدئيا 5 إلا ربع عشية. نحن توجهنا بالسيارات محافظة نبطية ودعمونا بمحافظة صور ومن صيدا ومن صور ومن بيروت ومن جبال ومن جونيا، وصار تبديل الطواقم على مدار الساعة. صح كنا عم نشتغل السلالم موجودين، بس نحن الساعة 11 12 ما عشنا مي، ما في ما لهم مي، كنا بنعبي مي ننزل على صيدا. طوفات يعني كنت بتفهم انا وضع الناس انه تقول لنا طوفت نحن عم نطفي مبنى يعني في بطون مسلح، اذا بدي كب المي وما بدي كب المي على البطون بيتدخل قبل ما يوصل على الارض. يعني ما في داعي للطوافات، يعني حرام، يعني حتى ما نضمن للجيش اللبناني. اجوا الطوافات طلعوا، بس ما بيفيد الاطفاء المعامل او الاماكن المغلقه بالطوافات. سيارات الاطفاء نحن كان في عندنا بنناشد بعد هلا بنناشد البلديات وزاره الطاقه تخلي الكهرباء جايه لنعبي مي. هي مأساة كل مواطن جنوبي حب يستثمر بأرضه يمكن يكون دفع الثمن. اليوم هيدا من أهم يمكن المعامل الموجودة بالشرق الأوسط. الوحيد هذا أكبر بيقال إنه أكبر معمل سجاد بالشرق الأوسط، مش بس بالجنوب. في مئات العائلات هون بترتزق منه عايشة منه، للأسف ما حدا عارف شو صار. الأهالي جاءوا يتضامنون مع الأبطال هنا. يعني هالقد فينا نوقف معهم، كل الشباب الله يعطيهم العافية كلهم سوا، من جمعية الرسالة للهيئة الصحية للدفاع المدني لكل الجمعيات، نحن هالقد قادرين نقدم. وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان حضر متفقدا الكارثة التي حلت بالصناعات الوطنية. كارثة كبيرة، بس ربنا بيعوض الحمد لله. طول عمرنا نحن بنمرق بالأزمات بنرجع نمرق منها. نحن بنشد ايده على الحاج قبلين، اوكي، بنقول له ربنا بيعوض، شو بدنا نعمل؟ شيء صار وأزمة وبتمرق. وخاصة الشيء الحزين انه هلا بفترة العيد كمان، بس ماشي الحال. خليني يزيد. ونحن نشدنا جميع البلديات، اتحاد البلديات يدعمونا قد ما فيهم بالماء، يعني كل ما يجينا سيترنات ماء كل ما بتسهل العملية أكثر وأكثر لنخلص هيدي الكارثة اللي عم بتصير بأسرع وقت ممكن. بدوره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هانئ بيسي حضر متفقدا هذه الكارثة. كارثة حلت بمؤسسة تضم العديد من العمال وتحتضن العديد من العائلات في المنطقة. كارثة حلت، أمر مؤسف ومحزن. لم تتوفر الإمكانات لإطفاء هذا الحريق نتيجة أسباب متعددة. لا نريد أن نتحدث عن تحميل المسؤوليات، ولكن أقول الدولة بأجهزتها يجب أن تكون جاهزة لهكذا حوادث تودي بمؤسسات وبحياة الناس وبحياة العائلات. شباب الدفاع المدني يبذلون جهود باللحم الحي مع صعوبة تأمين المياه وباقي المستلزمات. المواد الخاصة لإطفاء هذه الحرائق ليست متوفرة. هذه مسؤولية الدولة. معالي الوزير حاضر وبعض مؤسسات الدولة عم تتابع، إنما هناك نقص في الكثير. أناشد الآن من هنا كل من يتمكن من إحضار المياه إلى هذه المنطقة عليه أن يحضر متبرعا مساهما في إطفاء هذا الحريق.
الذي لا يكتفي بتدمير المؤسسة بل ما يصدره من تلوث يؤثر على كل الجنوب. وتبقى الكلمة الأخيرة لمن آمن في الاستثمار في وطنه، صاحب المعمل حسين قبلان. المصنع تأسس بسنة 1999، كان بعده الشريط الحدودي محتل، ولما أسسناه وكنا عم نبنيه كانت القصف بعدنا كنا نشوفه تحت عيوننا هون يعني، والناس تفاجئت انه كيف نحن عم نستثمر هون، حتى واستثمرنا مش بهيك كيف ما كان، يعني جبنا احدث معامل كانت نازله، كنت مآمن بهالبلد انه هالبلد بده يرجع يصير وبده يكبر وبده يتحرر وبده يرتاح، ومآمنين بهالمنطقه بدنا، لانه كنت شوف معاناه المنطقه ما فيها اي مؤسسات صناعيه. إذن هي كارثة حلت على مئات العاملين هنا وعلى عائلاتهم، ولعل الجانب الإيجابي الوحيد فقط في ظل هذا المشهد المأساوي أن الأضرار اقتصرت فقط على الماديات ولم يصب أحد بأذى. من زفتة رشا الزنهاشم، أنبيان.